بعد ما اتفرجنا على الجولة التانية من الدوري المصري وشفنا اللقاءات وتابعنا الماتشات وعرفنا النتائج، والأهلي وبيراميدز قدر يكسبوا أول ماتش ليهم بعد ما تعادلوا الماتش الأولاني. جينا دلوقتي لتشكيلة الجولة، وكالعادة أعلى تقييم في الجولة دي جه من نصيب أحمد السيد زيزو اللي بيقدم مستوى ممتاز مع النادي الأهلي في أول ماتشين، بداية ولا أروع ولا أجمل من كده. قدر يعمل 2 أسيست، وفي الماتش التاني قدر يسجل هدفين في مرمى فاركو وقود النادي الأهلي لانتصار كبير. مفاجأة التشكيل هي وجود جروديشار اللي كان قاعد على دكة البدلاء، بس قدر ينزل ويسجل مع النادي الأهلي في مرمى فاركو. مهاجم بصراحة إمكانياته كبيرة وعنده كتير يقدمه مع النادي الأهلي ولسه سنه صغير. أتمنى النادي الأهلي يستفيد منه أفضل استفادة. ومن نادي الزمالك مفيش غير حسام عبد المجيد قلب الأسد وقلب الدفاع نادي الزمالك، وصمام أمام للزملكاوية، المدافع اللي بيقدم مستوى ثابت آخر سنتين، وإن شاء الله من تطور لتطور، وكل ده بينفع منتخبنا الوطني. أما بطل أفريقيا ووصيف الدوري نادي بيراميدز فمفيش ولا لاعب فيه انضم لتشكيلة الأفضل في الجولة التانية. انت كمان في كومنت اكتب لنا اللاعب اللي كان يستحق ينضم للتشكيلة دي، وما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.